ضيوفنا النهارده الماستر مايندز ورا بلاتفورم جديد بيحل اكبر مشاكل بتحل كل الناس اللي بتحاول تشطب بيت او شقه. مايكل سدرة، مايكل فؤاد، واحمد بركات. Welcome to the Value Office. ازاي Thank كده you هو كده. ايه هي تنساب؟ تنساب هي اول بلاتفورم تشتغل ان العميل بيدخل عليها يكستمايز كل حاجه هو محتاجها في احتياجاته لتشطيب بيته من اول الانتيريور ديزاين لحد اختيار الماتيريالز، وبيقوم بيها بطريقه كامله اونلاين بدون تدخل من اي طرف خارجي. هو اللي بيقوم بالاختيارات كلها، وكل الاختيارات دي بيتم تسعيرها بحسابات يعني very precise، و ولما بيوافق على الموضوع دوت بنقدر نقوم ان احنا ننفذ له التشطيب بتاع بيته بالتكلفه اللي هو اختارها بنفسه. اوكي، وايه معنى الكلمه ايه تنساب؟ تنسب هي كلمه بسيطه. ساب يعني سبلاي اند ابلاي، دي كلمه دارجه جدا في المقاولات اللي هي التوريد والتركيب، فهي سبلاي اند ابلاي بورتال. وتن ريفيرنج لان في خلال 10 دقائق يقدر العميل بناء يعني على كذا حاجه عملناها، كذا ستادي عملناها، يعني نقدر في خلال 10 دقائق دول يطلع حلول السبلاي والابلاي بتاعته كلها. اوكي، طب وانتوا التلاتة اتعرفتوا على بعض ازاي، وايه دور كل واحد منكم في الشركه؟ انا ومايكل جيران، انا ومايكل سدرة يعني جيران، وانا ومايكل فؤاد اصحاب برضه من بدري في المجال، في مجال المقاولات، واصحاب شخصيين يعني. والفكره جات لكم ازاي؟ بصي، الفكرة جات لي أنا كنت بشطب بيتي في القاهرة في أكتوبر هنا في بعض هيلز، وفي نفس الوقت كنت أنا بخلص هنا كنت بشطب في الساحل. اوكي. فبعد ما خلصت طبعا عديت بإكسبيرينس كبيرة قوي بيني وبين جيراني، لأن طبعا كلنا بنسأل بعض طبعا. المشاكل اللي قابلتنا وإيه اللي هنعمل إيه والكلام ده. المعاناه اللي كله المعاناة بيعدي. الرهيبة اللي بنعانيها طبعا. فأقرب الناس ليا هو أحمد ومايكل. كلمتهم قلت لهم عايزين نقعد شوية كده مع بعض نقعد ندردش يعني. ومن هنا جت البداية، يعني إن إحنا اتكلمت قلت لهم أنا بصراحة مش أول حاجة عايز ألغيها إن أنا مش عايز أقابل حد وأنا بحسب بادجت، لأن دي مشكلة. أنا مش يعني ممكن أقعد أصلا مع مهندس 10 أيام، ممكن توصل لشهر عشان بس يحسب لي تكلفة البيت، وده في موسم الساحل وقت كبير، ممكن لان انت يضيع اصلا السيزون اصلا ممكن ما بتاع تلحقش الاسترا. تسكن في بيتك وتعدي صيف، وده عمرك يعني. فقلت لهم انا اول حاجه عايز اقعد في وقت قليل جدا ان انا احسب على ابلكيشن او على ويب سايت بادجت البيت. دي كانت البدايه يعني. فهي الفكرة جت من personal experience انت عديت بالظبط منه، كده. لقيت ان هو pain اكيد الناس كلها بتحس بيه، فازاي نحله مع بعض. بالظبط، عشان كده انا بقدر اقول ان احنا كشركاء بنكمل بعض. انا الشريك اللي بمثل العميل الكلاينت، وهم الشركاء اللي نقدر نقول تكنيكال ومهندسين وعدوا بقى برضو بالاكسبيرينس بتاعتهم في شغلهم والكلام ده. ما ده بياخدني بقى لسؤالي اللي بعد كده، ايه دور كل واحد منكم في الشركة؟ هو زي ما مايكل قال، هو يعتبر يمثل الكلاينت. كان عنده الفكره نفسها بتاعه الموضوع، اللي هو انا عايز اعمل حاجه، حد يقعد على الكمبيوتر او الموبايل او ابلكيشن او ايا كان السوليوشن، بس يتكلم مع حد او يحط شويه داتا يطلع بسعر قابل للتنفيذ، مش سعر تقريبي. يعني ما تقوليش عندي وحده مثلا 100 متر هشطبها لك في حدود كذا، لا مش في حدود. احنا عايزين فاكتور ثابت لتنفيذ ببنود ثابته. يعني عايز اعمل الارض كذا، التكييفات في رومز معينه، التشطيب عايز ديزاين، لا مش محتاج، انا عندي مثلا ديزاين عايز انفذه على طول. في تعديل معماري مفيش. الاسئله دي كلها احنا حطيناها في الابلكيشن، بحيث انت مجرد ما تقعد زي ما احمد قال 10 دقائق على الابلكيشن، بتختار البنود، تعمل داتا انتري مظبوطه للمساحه والرومز واختياراتك، بيطلع لك سعر تنفيذ. يعني سعر كأن في حد راح وعين وشاف كل حاجه وقدم لك سعر. في الاول طبعا لما قال لي قلت له لا، هي صعبه يعني في مصر بالذات، لان في كل مكان ليه لوكيشن مختلف ليه الكلام ده. بس طبعا معادلات شغل اكتر من سنتين تقريبا، بدأنا في شهر 4 2022 لغايه النهارده، وصلنا ابديت المعادلات لغايه ما وصلنا ان احنا نقدر نطلع يعني فاكتور مظبوط برقم مظبوط تنفيذ في الموقع على طول. طب احنا حابين نعرف اكتر عنكم واكتر عن تنساب، let's move to our next location. اوكي. ask more questions. احمد، عرفنا كل واحد قدم ايه للفكرة، بس on a day to day basis ايه دور كل واحد بقى في الشغل؟ احنا كتنسب كتيم، انا احمد بركات بقوم بالانوفيتيف سولوشنز، الار ان دي. يعني البلاتفورم كله مبني على الجوريزم، هي اللي بتحسب الحاجات دي كلها، انا اللي بطورها، بشوف المنتجات الجديده اللي هنقدر نقدمها. بيكمل بالدور اللي بعديه مايكل فؤاد بيقوم بالتكنيكال سولوشنز،
تقييم المقاولين، اختيار الموردين، تقييم الأسعار، تحديد الأعمال، الشغل ده هيروح لمين وهيتوزع على أنهي مقاول أو كده. وبعد كده بيجي مايكل سيدرا بيقوم بقى بدور الادمنستريشن والبابليك ريليشنز والماركتنج، ليجل، فاينانس، الحاجات دي كلها. وده كده كل واحد بيكمل التاني في الحتة اللي هو قوي فيها يعني. بيكمل، بس احنا بنتداخل، يعني كلنا بنتداخل مع بعض، لان احنا برضو في الاخر راوند تيبل، يعني بنقعد مع بعض. طب وايه اهم ال value propositions اللي بتقدموها؟ وهبتدي بيك، بس I'd like ان كل واحد برضو يديني ال opinion بتاعته في الحتة دي. اول حاجه تانساب اوبن بلاتفورم، يعني اي واحد يقدر يدخل عليه يسعر بيته فور فري. اوكي، يعني يعني مفيش subscription فيه لازم لا، انزل مفيش الاب اي بفلوس حاجه. او فهي بتيح لاي حد حتى لو مش هيتعامل معانا، انه هو قاعد مع المقاول بتاعه، لو هو لسه بيشتري بيت جديد، لو يقدر يعمل يعني مقارنه سريعه عن طريق الابلكيشن بتاعتنا. فدي حاجه مفيده جدا للسوق. ندخل بقى على التعامل مع تانساب نفسه. ان تانساب بيقدم لك انك ما حدش بيتدخل في قرارك خالص وانت بتسعري البيت بتاعك. دي اول حاجه. بختار كل الايتمز اللي انا محتاجها وفقا للبادجت بتاعتي، وكل ما بختار ايتم بيطلع لي سعرها. وبالتالي لو لقيت حاجه مثلا زادت عن البادجت او قلت عن البادجت او كده، اقدر ان انا اموديفاي فيها بسهوله. فبفهم الفرق السعر جاي منين. زي في حاجات كتير قوي تدي بندل، فالشخص مش بيبقى فاهم هو ايه اللي مغليها عن يعني. مظبوط. وبيضطر ياخدها كلها زي على بعضها. اه يعني لو عجبتني مثلا فور اكزامبل السباكه، بس الكهرباء مش لازم عجباني، تاخد مضطر معاها باقي اخدهم مع الباقي بعض. بالظبط. انما انا عندي لا، انت ممكن تاخد هايست كاتيجوري في الكهرباء ولوست كاتيجوري في السباكه، ففولي كاستمايزد. والريسبشن يبقى بشكل والاوض بشكل فعندي انت اللي بتختاري كل حاجه. بالظبط. هو مين البين اللي في السوق اصلا؟ الناس كلها شغاله تشطيبات بشكل الباكجز، اللي هو مثلا بيقول لك المتر بكذا، فمجرد ما بياخد باكج بسعر المتر مثلا ب 1000 ب 5 ب 10 ايا كان الرقم، انت بتاخد الباكج دي معاها مثلا سيراميك في الارض وحيطان كذا والدهانات كذا. لا طب افرض انا مش محتاج اهتم بالارضيه قوي، هعمل مثلا حاجه بعدها هغطي بسجاد كتير، بس عايز الحيطه تكشر كويس، او عايز الحمامات بلكجري معين، او الكشافات بشكل معين. فاحنا قسمنا الموضوع ان انت تقدر، لا انا عايز الكشافات المعينه دي في المكان ده، عايز الريسبشن يكون ارضيه مثلا اتش دي اف ودهانات هاي، بحيث ان انا الشكل بتاع المكان كبيتي او الماي دريم هوم مثلا اللي يجي يبقى واو. الموضوع مش فارق معايا الاوض بتاعه النوم هتبقى كلها الفرش هيغطيها، هعمل فكره معينه. فاحنا يعني الفكره كلها ما كانتش تنفع تبقى متاحه زمان للناس، ان هو مجبر على لا والله هو الباكج المتاحه بتاعتك كده، لو مش عاجبك علي الباكج، فيضطر يدفع فلوس السعر الاغلى في كل البنود. لا تقدر انت من خلال عندنا، لا انا لو حتى معاك الديزاين انفذه لك بس تمام، عايز اعمل موديفيكيشن معماري او لا، عايز افتح المطبخ على الريسبشن، كل ده متاح باسئله سبيسيفيك جدا على الويب سايت. طبعا تطويرها خد مننا وقت كويس لغايه ما نوصل للموضوع ده. في الاخر بتقدر تعمل بيتك اللي هو دريم هوم، تكستمايز الموضوع ماشي خطوه خطوه. فدي نقطه يعني بحاول ان هي بين في السوق، ما كانش موجود قبل كده حته الحل مهمه بتاعه. برضه عايز اضيفها، ان انت النهارده لما بتيجي تشتغل احنا مسهلين استخدام الاب، ان انت لما بتيجي تختار باكج بيطلع على طول سعر على الكالكوليتر، بالظبط. بيطلع لك يعني مثلا لقيت ان الكوست غالي، تقدر تغيره وتشوف الباكج التاني. عاملين فده لايف بيدي لك كالكوليتر بالظبط. مثلا طلع مثلا اول كام خطوه عملتها وصلت مثلا ل 400,000، جيت تختار حاجات في السباكه لقيتها وصلت ل 600، طب لا هختار الكاتيجوري حاجة الاقل تانية فيطلع مثلا عشان أنا 500. فدي حاجه مهمه جدا كل واحد بيختار بالبادجت اللي يناسبه والحاجات اللي هو فعلا بالظبط. عايزها. وانت بتبص بقى بتسعر. على المواصفات بتاعت اللي مكتوبه وعلى اساسه بتختار. بس مهم قوي يبان لك لان انا ببص لها ككلاينت النهارده، انا عايز اعرف ليه انا عايز اقل في دي شويه، فمش هتاخد بقى مني وقت كبير. يعني دي مهمه قوي في الاستخدام يعني. وتسهيلا الموضوع في الاخر بعد ما تخلص الستبس كامله، بيجي لك في الاخر الانفويس نفسها او الشكل بتاع الحاجه، كل بند واخد نسبه كام من التوتال. يعني مثلا الديزاين انت دافع 5% من التوتال، البلامنج او السباكه 10%، فانت لو حسيت ان في بالك مثلا واخد 30%، اكتر من حقه مثلا بالظبط، بالنسبة لا لك. ممكن نلغيه نقلله وبكل سهوله هتدوسي باك، هترجعي للايتم اللي انت عايزاها تاني. بالظبط. هتبقى فتقدري انت ترجعي تصفري البند خالص، تخليه مثلا كلاينت ويل هاندل قدام بعد ما استلم، او ان انا اقلل الباكج بحاجه اقل، اقلل تكييفات الرومز او ايا كان بحيث تناسب البادجت اللي معايا. ولو الكلاينت قرر ان هو ينفذ برضو من خلالكم how does it work وبتحافظوا ازاي على الكواليتي؟
بالنسبة للتنفيذ هو في بعد ما بيطلع له الانفويس في بيبقى اختيارات مختلفة. أولهم مثلا بتشوف الانستولمنت ممكن تقسط ازاي أو تشوف الموضوع يمشي ازاي لو مش عايز تدفع كاش كامل، وبتعمل حاجة اسمها ابلاي فور سايت فيزيت أو التقديم على زيارة أو معاينة. مجرد ما بتدوس عليها بيجي لنا احنا على الميلز بتاعتنا البيرسونال والمكتب عندنا ان في عميل الداتا بتاعته 1 2 3 التوتال بتاعه كذا والانفويس نفس الداتا اللي طلعت للعميل بتطلع لنا احنا برضه. مجرد ما تتبعت لنا بنكلم العميل بنكونتاكت ونحاول نوصل للميعاد المناسب. بنروح نعين المكان لو طلع الموضوع نفس الداتا اللي هو حاططها كداتا انتري عدد الرومز بالمساحه بكل حاجه، بنبقى ملتزمين بالعقد معاه بالانفويس اللي مبعوته. لو حتى حصل مشكله ان العميل عادد حاجه غلط او كاتب رومز حاجه مش موجوده او حاجه اكسترا او اقل، بنعدلها واحنا واقفين يعني اون سبوت على طول، بتتعدل وتنفذ على الابلكيشن بالسعر الجديد. فدي برضو الموضوع كان عشان تتعمل انستنت على طول، ده خد مننا وقت ان يطلع مظبوط. تسعير بشكل كويس. ايه الخطوات اصلا بتاخدوها عشان تواجهوا تغيير الاسعار اللي بيحصل في السوق؟ هو زي ما احمد قال احنا داي باي داي اوريدي في بلاتفورمز كامله احنا بنتعامل معاها بخصوص الاسعار، بيجي لنا ابديت داي باي داي على طول. لو في اي مشكله بندخل على الباك اند بتاع الويب سايت بنعدل سعر الايتم على طول اللي زاد، مش بنعدل التوتال. يعني مش مجرد مثلا النهارده في حصل ايا كان سعر العمله حصل فيه مشكله او الخامات في مصر حصل فيها مشكله فبكره الصبح ازود 10% على التوتال، لا احنا ما بنعملش كده. ممكن مثلا بند معين اللي بيزيد او الحديد زاد الرخام زاد اثر على بند معين عندي، بدخل ازود سعر البند بس بالنسبه اللي زاد بيها، متر سيراميك متر دهانات او تعديل، حاجات بسيطه ان لان شاء هو الله الباك اند عندنا مبني على البلوك موديل، يعني بلوكس صغيره كتير هي اللي بتقدر يعني بتقوم بالشيب النهائي. فمجرد تغيير في بلوك واحد هو ده اللي بيأثر على السعر الفاينل، انما ما بغيرش كل الموديل عليها. وبالنسبة للكلاينت بتدوا different احنا عندنا financing options صح؟ احنا عندنا اكتر من payment plan. آه فيهم 2 payment plans mainly اللي هم تثبيت الاسعار حتى في اوكي. حدوث اي ظروف. يعني دي كانت حاجه من المميزات. في مميزات طبعا كتير، احنا لو اتكلمنا عنها هناخد وقت اه طويل جدا. هي فكره وعندنا برضو انا اقدر اقول حاجه مهمه، يعني من الحاجات المهمه اللي بالنسبه لي اللي هي تنظيم السوق. احنا كان عندنا مشكله انا شخصيا بقابلها لما كنت بشطب، اللي هو انا بعمل حاجات معينه، جاري بالصدفه لما انت عارفه الجيران دايما بيسالوا يشاركوا بعض بعض وبيشوفوا في الاكسبيرينس. البروسيس. الجروبس بتاعت فطبعا اتحاد بنبدا الملاك. نتكلم دي عملتها بكام، يقول لي مثلا بكذا، بلاقي نفسي مثلا انا عملتها غالي او العكس. فده طبعا تنظيم السعر واحنا جيران، يعني انا بيتي مثلا قصاد بيته، فانا لقيت نفسي نزلت الحاجه او عملت الحاجه نفس الحاجه، يعني حاجات ما فيهاش بسعرين مختلفين وفروق بسعرين كبيره مش وفروق قليله. كبيره، يعني بتوصل اوقات للدبل وممكن اكتر. فدي كانت حاجه مهمه، تنظيم السوق، ان احنا عايزين. والسعر اللي بتدوه بيكون objective مش مبني على البيت فين او بالظبط، مظبوط، لان هو فالشخص العميل معظم بيروح بيبقى يقابل العميل فبيشوف هو هيعرف دي العميل كانت يحاسبه بيبقى دي توتالي كام. مهمه. انونيمس وهو اه بيشتغل ده في كان الاول. مهم جدا جدا عشان نعمل كده، لان للاسف انا بلاقي مثلا لو جيت حبيت اعمل تعديلات ابني مباني، المقاول او الراجل اللي جاي يبني حاجات عندي مثلا اداني كوتيشن عشان انا جوه كومباوند غير الراجل اللي قاعد بره. فدي دي كانت كانت مشكله مشكله كبيره. في السوق. فتنظيم السعر اللي بقول لك عليه جزء منه الحته اللي انت قلتيها دي طبعا. احنا في مصر بنقيم الموضوع كمان على قد التعب او على قد العميل نفسه ممكن يدفع كام، مش الحاجه تكلفتها كام. احنا في العادي في مصر بتروحي في مكان مثلا معين، لا الايتم ده جوه كومباوند معين او جوه سور معين، لا ده انت هتكلف 10 اضعاف بره. ليه؟ لان الكلاينت يقدر يافورد الموضوع فهو بيحسبوها بالبساطه. لا احنا عندنا احنا بنحاسب الموضوع حسب البند نفسه تكلفته كام، يعني ومتهيألي ده الفير بتاع اسف اقول ان انا اتقالت لي في وشي انت حضرتك في بالم هيلز. طب بالظبط. معلش، يعني الحمد لله، شكرا، طب اعمل ايه يعني؟ يعني اللي هو ما تتكلمش. طب يعني لا، ما دي حاجه، ما بقول سعر لك كذا. احنا حاولنا نحل حاجات كتيره قوي قابلتنا في ارض الواقع بجد يعني. هو ده مين اللي كان دور مايكل في الابلكيشن، اللي هو كان بيجي يقول لنا لا انا مش عايز مثلا لما عميل يجي عشان خاطر جوه كومباوند نعامله معامله مختلفه او السعر يكون مختلف. لا طالما هو في الزوم مثلا بتاع زايد، هو تكلفه مثلا هناك الخامات عامله كذا والموضوع عامل كذا، يبقى زايد زي التجمع زي العاصمه الاداريه، مفيش فروق بين الكلام ده كله. لكن ممكن لو في سفر مثلا حاجه زي الساحل حاجه زي السخنه، في فاكتور بتاع النقل في حاجات بتزيد، لكن غير كده طالما احنا جوه القاهره المفروض يبقى نفس السعر. فالناس دايما كانت بتقيم لا الستريت لوكيشنز غير جوه الكومباوند. احنا حاولنا نقضي على الموضوع ده وان شاء الله يتعمم يعني. ان شاء الله. واحدة من أهم الفاليوز اللي بتتقدم عن طريق تنساب إنه معمول نظام تعاقد، هو عقد ثلاثي ما بين تنساب والمقاول والكلاينت، بيحدد لكل طرف فيهم الالتزامات اللي عليه والحقوق اللي ليه. فبالتالي بيبقى عقد very fair طبعا عشان حد يقوم
بالموضوع ده لوحده في التعامل مع مثلا مهندس او شركه بتبقى طبعا مستحيله، لانه كتكلفه وكده ده كله طبعا بيتقدم فور فري مع الخدمه. العقد ده بيحفظ بقى كميه مشاكل سياسيه بتحصل ما بين الكلاينت والمقاول لو جينا اتكلمنا، منها طريقه تسليم الدفعات، طريقه التقييم، طريقه التخارج لو حتى حصل بينهم مشكله ما بينهم وبين بعض انهم مش هيقدروا يكملوا، طريقه فض النزاع بينهم. كل الحاجات دي بتتحدد في العقد. وكمان الميزه عندنا في العقد بتاعنا انه بيتعمل بايلينجوال، ثنائي اللغه، بحيث ان لو حتى حد اجنبي عايش في مصر يقدر يمضي على العقد ده ويوقعه بكل سهوله، ما يبقاش حاسس ان في بنود هو مش عارف يفهمها او كده. دي نقطة مهمة. فدي من الحاجات الكويسه جدا، وما تقدرش توفرها غير حاجه بلاتفورم يبقى كبير يعني. انا هدي مثال على اللي قاله احمد ده، ان كذا جار عندي وانا منهم على فكره، عدينا بموضوع ان انت بتشطب بيتك ممكن تمشي كذا مقاول. يعني انا في بيتي مشيت 2 والتالت هو اللي كمل البيت الحمد لله. كويس ما بقاش جيرانك عندهم مشاكل عندهم كتير نفس قوي المشاكل. لا ما هو يعني حتى بصي، انا بقول لك انا بمثل الكلاينت. يعني دايما في الاحلام بتاعتي واحنا بنشتغل في الابليكيشن ان انا دايما ايه المشاكل اللي قابلتها انا واللي حوالين مني. فده كان بالنسبه لي يعني احلام، وهم الحمد لله بصراحه ما قصروش يعني وجزء حققوا منها الاحلام بيبقى دي. جزء منها فطبعا كبير بيبقى سياسي على فكره، اه يعني مش فيش لغه تواصل ما بين الطرفين. الفكرة بالظبط. ان ده فبالتالي حصل مجال بالظبط اللي بيقول احمد ده مع حد جاري هو دكتور. طبعا هو ملوش دعوه بالهندسه، هو راجل متخصص في مجاله. لقيته بيكلمني بيقول لي مايكل انا عندي مشكله، المقاول عندي عامل لي مشاكل كتير. فلما جينا نبص على البيت بتاعه، اول حاجه لقيناها مثلا الاسلاك غير مطابقه للمواصفات. يعني مبدئيا كده انت عندك مشكله كبيره جدا ممكن تحصل لك من التكييفات وحاجات تولع في البيت. وتخارج بقى المقاول ده، لانه دي مشكله حقيقيه. يعني خدي بالك احنا النهارده برضو كطرف كتنساب احنا بنحقق لو حاجه حصلت زي كده، بنشوف المشاكل فين، نحاول نوفق لو الدنيا بحيث انها تكمل يعني ان هي شاء كمان الله. بنحاول ان نقللها لزيرو، لان اوريدي الخامات بتتاخد عن طريق ناس معتمده من طرفنا. يعني المقاول ملوش الحق ان هو يروح يشتري الخامه بره اشرافنا. اوكي لا يعني لو انت جايبها وريني انت جايبها منين، معتمده ولا لا، واحنا بنروح نستلم الخامات قبل التنفيذ، قبل التركيب نفسه. لان في حاجات كتيره جوه المواسير ماشيه، سواء فبالظبط في السباكه او في الكهرباء. التأسيس فده ده كارثي في بيليمينيت ان مصر. في المشكله العادي تحصل اساسا، مش بالظبط. بس هنحلها ازاي، احنا مش هنخليها بالظبط. تحصل اساسا. لو حصل ده، وان شاء الله مش هيحصل، ان حصل عمليه تخارج لمقاول في احدى العمليات، طبعا المقاول بيحصل له مشكله وبلوك على طول. احنا بنخش بقى على حته ازاي تخرج العميل من غير اي كوست. دي مهمه قوي، ما يدفعش جنيه زياده. لان انا الدكتور ده دفع قدام مني فوق اللي كان مدفع عليه فوق ال 2 مليون جنيه عشان خاطر عشان خاطر غير المقاول بس حاجات يديله كتيره جدا. المفاتيح بتاعه الرومز والحاجات دي غير وخلاص. كل يعني حاجات كتيرة ويجيب جدا أساسية، حاجات كتيرة منها حاجات في البسين نفسه، في حمام السباحة بتاعه كان فيها مشاكل فاضطر يغيرها. حاجات في الرخام، حاجات في العزل بتاع السقف كله كان اكنه ما عملوش اصلا يعني، بس هو بالظبط. ابتدى من الاول. فطبعا لقى نفسه دخل مقاول جديد دفع رقم. فانت النهارده معانا في تنسب مش هتلاقي الكلام ده خالص. المقاول القديم خد فلوسه كامله عشان خاطر يسلموا البيت، وبعدين جه مقاول تاني يعدل الشغل فبتكلفه اعلى كتير. هي الفكره في مصر ان دي متوفره بس في الميجا بروجكت، بمعنى انت عشان تجيب استشاري يستلم مشروع يبقى بحجم مول، بحجم جزء كومباوند او عماره سكنيه كبير. لكن احنا بنوفر لك الفكره بتاعه الاستشاري في حتى سكيل شقتك مهما كان مساحتها او حجمها. وده جزء يعني مهم ده جزء بالنسبه مهم للسوق جدا من عندنا في مرحله مصر. التعاقد يعني. بالظبط. طب ايه اهم فيدباك جالكوا من كلاينت قبل كده او غير كلاينت؟ يعني ايه اهم فيدباك بصي يعني اثر على طريقه الشغل بتاعكوا او المنتج اللي انتوا بتقدموه؟ فيدباك جات لنا يعني انا بالنسبه لي راضي عنها جدا. يعني مثلا على سبيل المثال حد من جيراني انا اعرفه شخصيا لقيته بعت لي على الخاص بعد ما حطيت الابلكيشن على يعني شيرت كل المعلومات الكافيه عن الابلكيشن على الجروبات. حد من الجيران بعت لي كان بيحسب بيته اوريدي، كان بالفعل واخد كذا اوفر من كذا مكان. فلقيته بيقول لي انا الاوفر عملت على اعلى حاجه اللاكجري، فجاي لي كوتيشن كذا وبعت لي الفاتوره يعني. فطبعا قلت له لقيته بيقول لي انت متاكد من الاسعار؟ فبقول له مثلا انت حاسس ان السعر غالي؟ قال لا انا شايفه مناسب جدا، يعني انا فعلا جايب كذا اوفر.
فانا لازم لما ارجع، هو حاليا في الامارات يعني، قال اول لما ارجع انا عايز اجي اقعد معاك وتشوفوا ونراجع مع بعض عشان لو كان يشتغل على طول يعني. وده جزء مهم فده يعني. يعني ده كان جزء مهم جدا ان انت تاخد الفيدباك بتاعت الجيران. وطبعا كل فيدباك بيفرق معانا، لان احنا النهارده ممكن في حاجات مش موجوده في الاب النهارده عايزين نزودها قدام، فبناخدها من المقربين او من العملاء عامه، سواء قريب او مش قريب. ف لكن اول ان اول لا، الفيدباك كان عظيم جدا يعني. وايه اللونج تيرم بلانز بتاعتكم؟ ايه الفيجن بتاعتكم لتنساب؟ يعني الجزء المهم زي ما مايكل بيقول اللي هو اللي بيجي يسعر جزء حتى لو هو مش موجود في مصر، بننفذ له بيته ريموتلي اوريدي من غير ما يجي هو او يتعب نفسه في ان هو شغله ممكن يتعطل بره او اي مشكله. لا احنا بنقدم لك ريبورت زي ما قلنا شهري او اسبوعي حسب سير العمل. وفي نفس الوقت بيبقى مشكله الفاينانس ليها حلول كتير دلوقتي مؤخرا طبعا التحويلات. انتوا الفكره كلها ان البين الموجود في مصر موجود في دول كتير تاني. فاحنا بنفكر نكسباند تنساب ممكن يطلع في يوم من الايام بدايه بالدول العربيه، وبعدين ممكن يعني حلم مش مشروع ان احنا ممكن نوصل حتى لدول زي اوروبا او امريكا، لان الحلم موجود في كل حته في الدنيا. بس إن احنا بنقدم منتج يونيك، هو ملوش يعني ما فيهوش حتى نوع من مش موجود مثيل ليه بره، فحتى وطالما النو هاو والمعادلات نفسها موجوده او الكونسبت نفسه موجود ويقدر يتنفذ بنفس الطريقه في كل حته، يعني لغه الكونستراكشن الانبوتس او بس هي المختلفة بتاعت مظبوط بالظبط فرق مظبوط. الاسعار على حسب لكن كل دوله. بالظبط. طيب قبل ما نختم الحلقة، ايه words of advice بخبرتكم تقولوها لأي حد دلوقتي عايز يشطب بيته؟ صح. اعتمد على تنساب عشان تختار اللي نفسك فيه من غير ما حد يقرر لك حاجة، انت اللي بتختار بنفسك، وانت اللي هتقيم بنفسك البرودكت. وتنساب هتقوم بتوفير كل الحلول القانونية والتقنية والتمويلية ليك عشان تسهل لك الإجراء ده. ف وفي نفس الوقت هتقدم لك السعر المنافس جدا في السوق. مش محتاج تستنى اكتر من كده يعني. يعني ناس كتير انا اعرفهم عندهم شقق مش متشطبه وبيوت مركونه. لو انت مش معاك تمويل كمان تقدر مع فاليو تاخد ريت كويس جدا وصلنا فيه مع بعض. تقدر تقريبا القسط بتاعك يجي جزء كبير جدا من الايجار لو انت خلصت بيتك في 3 ل 6 شهور مثلا، لو شقه مثلا تقدر تأجر على طول بدل ما انت راكن البيت يعني. فانت مش محتاج تنتظر، يعني هتنتظر ايه تاني بس. تنساب موجودة. بالظبط. تنسى بالظبط. مايك. هو كان مين فاكتور طبعا موضوع تثبيت السعر تنساب بتقدمه، بمعنى ان احنا انا استلمت بيتي بس مش عارف استفيد بيه والتشطيبات غاليه والدنيا مش مظبوطه، فانت ببساطه بتدخل بتسعر بيتك في 10 دقائق، بنروح نعمل معاينه نخلصه لك ممكن في رينج 3 شهور لو بيت صغير. تقدر بعدها ممكن من الايجار زي ما مايكل قال تدفع القسط بتاع الموضوع، فيبقى الموضوع بيبقى لك وين وين سيتويشن، انت خلصت بيتك وبقى موجود تسكن فيه او تاجره او الكلام ده. طبعا الحلول التمويليه عندنا دي كانت فكره برضو ان احنا بنسهل لك الاجراءات، لان انت لو رحت دايركت النهارده عشان تاخد قرض تمول او حاجه بيبقى الموضوع صعب. انت مجرد تبقى معانا في الابلكيشن ليك ادفانتج افضل في ان انت تمول تشطيب بيتك. جزء برضو ان انت تشطب بيتك ريموتلي ده كان مهم مع تنساب. غير ان انت معاك عقود ليجل واشراف كل ده فور فري زياده فوق التشطيب، لان كل الناس اللي معانا كمان معتمده مش مجرد مهندس بيشطب وحدات سكنيه او حتى مهما كانت سمعته حلوه او حاجه. لا احنا بنقدم لك ناس مقاولين شركات معتمده بسجلات وبطايق ضريبيه تقدر حتى نحاسبهم قانونيا لو حصل فيه مشكله لا قدر الله. بيبقى الموضوع ليجل يعني وايز افضل، ونقدر نقدم مشروع ان شاء الله بشكل كويس. من الآخر هو عليه يختار، واحنا علينا ان احنا نسهل له الإجراء كله بعد كده. بالظبط. مبروك على The Great Platform، الله يبارك فيك. واكسايتد قوي نشوف ان شاء الله. الحلقة اللي جاي. Thank you. Thank you for شكراً. coming. Thank you. It was great.